أنا مدام تحية عبد الغني، أخصائية اجتماعية. الحاج عبد العزيز مدير سابق بالتربية والتعليم، زميل. أول مرة تيجوا المعرض؟ أول مرة نيجي، بس كنا بنيجي في السابق في يعني معارض تانية برضو تبع. بالنسبة للحاجة أول مرة، أما أنا هنا متابع على طول كل المعارض من أيام ما كانت في مدينة نصر، وآخر معرض كان معرض السلاح تحضروا برضه. انتوا بتيجوا منين؟ احنا بنيجي من شبرا. بنيجي من شبرا. جيتوا ازاي النهارده؟ احنا جينا في باص خدمة اشتغل اليوم من الميادين العامة، ممتاز، دخلنا لغاية بداية الصالات، بداية البوابات. ايه رأيكم في المعرض؟ المعرض هايل هايل جدا جدا. المعرض اليوم على هذا الإقبال العظيم في مناسبة نعتز بها جميعا، وهي ثورة 25 يناير التي تمثل الجمهورية الجديدة. أي الكتب اللي تنفع معانا يعني. قولي أنا معاك. حضرتي ندوات؟ نفسي أحضر في أي ندوة، عشان إحنا الحقيقة يعني مصر بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا وبنحبها جدا، وحياتنا كلها هي مصر. صعدنا الآن هنا لأن أنا عارف إن هنا بيكون في ندوات في العرض الثقافي الدائم اللي بيصاحب أيام المعرض لترددي دائما على أيام المعرض، وكان لي شرف إن أنا حضرت المعرض مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، واعتبرتها حتى الآن أحسن وزيرة ثقافة في مصر بعد عكاشة. حضرتك أكيد ثروة عكاشة. حضرتكم مقررين لستة كتب معينة هتشتروها؟ لا والله لغاية الآن يعني ما تبعناش كتب معينة، لكن في التردد على الأجنحة ممكن نختار إن شاء الله. مش متابعين دار نشر معينة؟ والله بالنسبة لدور النشر، بالنسبة للسن والقراءة ما بنتمكنش من القراءة كثيرا، لكن بنتابع القراءات المسموعة عبر الفيس. يعني حضرتك معتمد على القراءة المسموعة أكتر؟ هو والله كنت متابع دايما روزا اليوسف، ودي طبعا دار نشر ومطبعة ومجلة ممتازين، دي وباقي الدور النشر القومية، الأهرام، الجمهورية، الأخبار. طبعا بدأ الدور النشر اللي هي أو إصدارات حزبية برضو بتابعها. يعني انتوا بنشرف بيكم بان انتوا اخبرتوني ان انتوا عن الدستور، فطبعا ده معنى الدستور ده هو الشيء رمانة الميزان لأي دولة. احنا الحمد لله رغم ان احنا تعدينا ال70 بس احنا شباب ان شاء الله، وشباب بايه؟ من شباب الجمهورية الجديدة ان شاء الله، وبنتمنى لكم انه تواصلوا معانا هذه الحيوية وهذا الشباب. احنا شايفين فيكم حاجة جميلة، شباب مصر اللي هو زي الورد حقيقي بجد، وربنا يخلي رئيسنا اللي هو انا نفسي اموت في حيازته يعني بجد والله. وهو يعني انا ما اعرفش بحب الرئيس ده. هو بنعتز بثورتنا، ثورة 23 يوليو وامتداداتها من ثورة التصحيح 15 مايو السادات لثورة 25 يناير السيسي، وإن كان طبعا كل هذه الثورات اللي بيقوم بها الشعب، لكن القيادات بتتحمل المسؤولية على عاتقها من أجل الشعب. وأنا رحت العاصمة الإدارية وقابلت مسؤولة زيكم حلوة كده، قلت لها أنا بتمنى رئيسنا
انا بس ابوس جبينه في اللي هو عامله في مصر بالذات. والله نفسي كده اسلم عليه. قالت لي هيحصل باذن الله. اديت لها تليفوني ويا رب يعني اكون عند المنزله الجميله دي بس ابوس جبين الرئيس بتاعنا. بمناسبة رغبة الأستاذة تحية الزميلة الفاضلة بالسلام على الرئيس، كان لي الشرف إني أسلم على بطل الضربة الجوية الزعيم حسني مبارك في أحد لجان الانتخابات في مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنات.